الأعياد الميلادية وما يتبعها لتولد من جديد في رحاب ملكوت السماوات. رحلة بدأتها من بيت لحم حيث ولد المسيح، لتذهب لتكتشف مستقبلها وفي رغبة لأن تكون صوت الحرية وصوت الإعلام الحقيقي. فكانت في لبنان، تعلمت ورجعت إلى القدس والرامي والناصرة، وهذه الرحلة ما كانت إلا لتحقق رغبتها في أن تكون فعلا شاهدة للأوضاع التي يعيشها هذا الشعب. فكانت ورفيق دربها وزوجها الصحفي والإعلامي لطفي مشعور في هذه المسيرة، حيث أسسوا أول صحيفة عربية مستقلة كلكم تعرفون، وكانت دائما بهذا الصوت وبهذه الصفة في تحرير الأخبار لتكون أيضا إعلامية وصحفية جريئة، على مثال من علمها أن تكون كذلك. هي اليوم تنهي هذه الرحلة بأن تقف أمام الله لتقدم له هذه الوزنات التي حصلت عليها واستثمرتها في حياتها. وطبعا كان لها الأثر الكبير في الوسط الإعلامي والصحفي من خلال متابعتها لهذه المسيرة الإعلامية بعد وفاة زوجها، وهي اليوم تلتقي بفرح القديسين في السماء. نصلي لاجل راحة نفسها لكي فعلا تكون أيضا مبشرة بما رأته على هذه الأرض، لتكون مبشرة بالسلام الحقيقي الذي ينبع من القلب يدخل إلى القلب. كان لها بصمات كثيرة في مسيرتها الإعلامية من خلال مقالاتها اليومية في الصحيفة ومقالها في هذه المجلة التي فعلا اخترقت كل بيت بمساعدة طاقم إعلامي وضع هذه الصحيفة في أولويات المواقع والصحف العربية. وطبعا مع بناتها والطاقم العامل جعلوا نشر الحقيقة في أولويات خدماتهم وبشارتهم. حتى الصحافي هي جزء لا يتجزأ من البشرى الحقيقية إذا كانت فعلا مؤسسة على مبادئ أخلاقية صحيحة. وكم منا سمع وشاهد وقرأ ما كتبته هذه الصحفية والإعلامية فيها. بيضة مشعور التي أصبحت أيضا عنوان. نحن اليوم نودعها طالبين من الرب الإله أن تتعمد نفسها، حيث طلبت أن تدفن بجانب زوجها ليكونا هم أيضا صحفيين في عرش السماء ويعلنوا العدل والسلام الحقيقي أيضا أمام وجه الرب والسيد المسيح رئيس السلام ومعطي السلام لكل واحد منا. نصلي لأجل أن يعزز الرب الإله قلوب بناتنا وعائلتنا، ونعزي أيضا العائلة آل حزيني ومشعور وكل الأحباء الذين عرفوها من قريب ومن بعيد ومن خلال كتاباتها. نعزيهم لأننا فعلا فقدنا اليوم علم من أعلام الصحافة المحلية وأيضا العالمية. نصلي لأجل راحة نفسها ولأجل تعزية الحاضرين بنعمة الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين.